يا مساء الفل. الحقيقة الحلقة دي مختلفة شوية، لأنها مش معمولة عشان تقولك خد قرار بسرعة ولا حتى استنى وفكر. الحلقة دي اتطلبت بعد مواقف حقيقية جدا، ناس خسرت فرص وناس ندمت بسبب التسرع وناس حياتها فضلت واقفة بس لأنها ما قدرتش تاخد القرار في الوقت المناسب. وده اللي هنحاول نفهمه النهاردة. امتى التأني ينقذك وامتى التأخير يدمرك؟ اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. في لحظات في حياتنا قرار واحد بس ممكن يغير كل حاجة، مش القرار نفسه بس لكن توقيته. لأن الحقيقة إن لناس كتير بتتعلمها متأخر إن في قرارات لو استعجلتها تندم، ولو اتأخرت فيها تخسر كل حاجة. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. إزاي تعرف إن الموقف محتاج هدوء، وإمتى التأخير نفسه يبقى خطر، وإزاي ناس ناجحة جدا قدرت تنقذ حياتها أو شغلها بسبب قرار اتاخد في الوقت المناسب. في البداية خلينا أسألك سؤال: كم مرة كنت عارف إنك لازم تاخد قرار لكن فضلت تقول لسه مش متأكد، أفكر شوية كمان، يمكن الظروف تتحسن، أو يمكن المشكلة تتحل لوحدها، وفجأة تكتشف إن الفرصة راحت، أو المشكلة كبرت، أو إن القرار اتفرض عليك أصلا. ودي نقطة مهمة جدا. في فرق بين الحكمة وبين التأجيل المقنع بالخوف. ناس كتير فاكرة إنها بتفكر بعقلانية، لكن الحقيقة هي خايفة تتحرك، خايفة تغلط، خايفة تندم، خايفة تخسر، فتفضل واقفة مكانها لحد ما الحياة هي اللي تختار بدلها. وده اللي بيحصل في الشغل وفي العلاقات وفي الفرص وفي أحلام كاملة بتضيع. لكن في نفس الوقت مش معنى كده إن أي قرار لازم يتاخد بسرعة، ودي أكبر غلطة ممكن حد يقع فيها. لأن في قرارات الاندفاع فيها كارثة، زي الجواز والاستثمار والشراكة، وإن أنت تسيب شغل مستقر، أو حتى الثقة في ناس معينة. القرارات دي محتاجة هدوء، محتاجة معلومات، محتاجة وقت كفاية يخليك تشوف الصورة كاملة. طب يبقى إيه الفرق؟ الفرق إنك تفهم هل المشكلة هتكبر لو استنيت، ولا هتوضح أكتر لو استنيت. ودي النقطة اللي بتفرق بين شخص ناضج وشخص بيتعامل مع كل حاجة بنفس الطريقة. خليني أحكي لك عن واحد من أشهر الناس اللي فهموا الفكرة دي كويس جدا. ستيف جوبز، مؤسس شركة أبل. في فترة من الفترات شركة أبل كانت قربت تنهار بالكامل، خسائر، مشاريع كتير، تشتيت، وفوضى إدارية. في الوقت ده كان ممكن جدا يقعد يعمل اجتماعات وتحليلات شهور طويلة، لكن الحقيقة الشركة ما كانش عندها رفاهية الوقت. وهنا أخد واحد من أهم القرارات في حياته. هو قرر يلغي مشاريع كاملة ويوقف منتجات ويركز على عدد قليل جدا من الحاجات. ناس كتير وقتها شافت ان القرار ده عنيف ومتهور، لكن اللي محدش فهمه ان التأخير وقتها كان اخطر من القرار نفسه. ودي فكرة مرعبة شوية.
أحيانا عدم اتخاذ القرار بيكون أسوأ قرار أصلا، وده اللي ناس كتير جدا بتمر بيه دلوقتي. شخص عارف إن المكان اللي هو فيه بيستنزف لكن خايف يسيبه. حد عارف إن العلاقة دي مؤذية لكنه مستني علامة. إنسان عنده حلم لكن مستني الوقت المثالي، مع إن الحقيقة الوقت المثالي نادر جدا. هو في حاجات لازم نفهمها، إن مش لازم تبقى ضامن 100% عشان تتحرك، لأن مفيش حد في الدنيا بياخد قرار وهو شايف المستقبل كامل. كل الناس بتتحرك بنسبة شك معينة، لكن الفرق إن في ناس بتفضل محبوسة داخل الشك للأبد. وفي نقطة تانية مهمة أوي، في قرارات كل ما تتأخر فيها ثقتك بنفسك بتقل. طب ليه؟ لأن عقلك بيبدأ يربط بين الخوف والتراجع، فيبقى التردد عادة، ومع الوقت تلاقي نفسك حتى في أبسط الأمور مش قادر تحسب. وعشان كده الناس الناجحة مش دايما أذكى ناس، لكن غالبا بيعرفوا امتى يفكروا، امتى يتحركوا، يعرفوا امتى يجمعوا معلومات وامتى يقولوا كفاية تفكير. وده لا يعني التهور، لكن يعني انك تفهم ان الوقت جزء من القرار. ممكن يكون عندك افضل خطة في العالم لكن متأخرة، وممكن يكون عندك قرار ناقص شوية لكن في توقيته الذكي فينجح. وعارف ايه اصعب حاجة؟ ان بعض القرارات مفيش طريقة تعرف بيها اذا كانت صح ولا لا غير لما تاخدها اصلا، وده جزء من الحياة. لكن اللي متأكدين منه ان الوقوف مكانك للأبد مش امان، ده استنزاف بطيء. وفي النهاية مش كل باب بيستنى، وفي فرص وفي ناس وفي مراحل في حياتنا أول ما وقتها يعدي ما بتكونش موجودة بنفس الشكل تاني. عشان كده اسأل نفسك السؤال ده: أنا محتاجة أفكر أكتر فعلا، ولا أنا بس خايف أقرر؟ لأن أحيانا الحياة بتتغير كلها بسبب قرار واحد اتاخد في الوقت الصح. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.